من الفرن. لا اسمعوا لي، مقرمش، طلعت مقرمشه. يعني انا بهرته مش محتاج يتكلم. الموضوع مختلف عشان دي صينيه جلاش مختلفه، صينيه جلاش صيامي، يعني مليانه خضار، يعني العيال هيحبوها، يعني هو ذات نفسه هيحط لك شويه مخلل كده ويفضل رايح جاي على الصينيه وتريح دماغك طول اليوم بقى خلاص. اتفرجوا لي بقى على جمال، ويا صباح الفل والهنا عليكم. تعالوا بقى، احنا مش عارفه ايه في وصفاتنا دلوقتي بقت بدري جدا عشان انا بعد كده بيبقى عندي شغل الحق اعمل لكم اي حاجه. تعالوا بقى اقول لكم على اعظم صينيه جلاش صيامي ممكن تعملوها. يعني انا من كتر حبي في الجلاش ده عندي استعداد اعمله وقت ما ببقاش صايمه اصلا، من كتر ما هو طعمه حلو، حلاوه فظيعه. غير كده انه مليان خضار كتير فحلو. عايزه اقول لكم ان دي برضو من الوصفات اللي عيالي بياكلوها، فلكم ان تتخيلوا طعمها لما يبقى في طفل بيحبها ده معناه انه طعمها حلو. تعالوا بقى اقول لكم، عندي هنا شويه بقدونس على كزبره، بصلايه، فلفل احمر، فلفل اصفر، وفلفل حامي. ممكن تتبدلوا الكلام ده كله بفلفل اخضر، يعني لو ما عندكوش الكلام ده كله بدلوه فلفل اخضر عادي جدا. عندي هنا بطاطسايه مسلوقه سلقاها سك كده ما عليهاش اي حاجه. في حاجه تانية ناقصاني؟ صينيه جلاش، ورقه جلاش، بابريكا، زيت، 7 بهارات، شويه توم باودر. تعالوا بقى نبتدي مع بعض ونشوف هنعمل ايه. وقبل ما نبتدي متنسوش اللايك والشير والكومنت حلو. ويلا الفلفل، مش حاسه ان انا عايزه احط كل الفلفل الحامي عشان البيت كله هيصحى على صوت الطشه دلوقتي. الساعه 7:30. بعد كده هنزل عليها بالبطاطس. ونسيت حاجه مهمه جدا اقولها لكم يعني ومجهزاها سبحان الله، هنزل عليها بسله وجزر شويه مش كتار، وهقلب كل الكلام ده كله وهديله 7 بهارات وبابريكا. مش هحرمكم من حاجه، 7 بهارات، توم باودر. طبعا الخضره هحطها اخر حاجه خالص عشان لونها ما يغمقش، وبابريكا عشان تديها لون حلو. وبعد كده هظبط بقى الملح والفلفل بتوعها. يبقى كده عندنا احلى حشوه ممكن تتخيلوا، ريحتها فظيعه من دلوقتي ريحتها فظيعه. الجلاش ده انا بعشقه، طعمه بيبقى حلو جدا. الله، لا هيصحوا على الريحه. انتوا شايفين الالوان؟ هديها بقى شويه ميه وارجع لكم. خلصنا والريحه مش عايزه اقول عامله ازاي، فظيعه. انا هستناكم انتوا تجربوها وتقولوا ريحتها كانت معاكم عامله ازاي. حطيت هنا بقى اخر حاجه الخضره عشان تفضل خضره وحلوه. ظبطت ملح، ظبطت التوابل، ظبطت كل حاجه. بصوا الجمال، ميكس رائع رائع. تعالوا بقى صينيه الجلاش. انا بطنت هنا من تحت وجيت عند اخر الطرف اللي فوق وحطيت 2 بالعكس عشان خاطر هما اللي هيسندوا لي الحشوه. على فكره ممكن تكون الحشوه دي كتير على حسب الصاج، انا مش قادره ارفع الصاج. خلينا نحطها ونفردها ونشوفها عامله ازاي. لا كويسه. مورنينج بونبوني. افردها كده. ويا ريت تحطوا اغلبيه ورقه الجلاش من تحت عشان خاطر هي اللي هتشيل الحشوه التقيله. اختياري عندكم او ما عندكوش، بس انا الصراحه كانت عندي ومش عايزه ابقيها كتير. جبنه صيامي
لو ما عندكوش عادي على فكره بتطلع طعمها حلو جدا برضه من غيرها. فاهو هحط لها شويه يزودوا لها بس ايه طعم. وفي العادي الجبنه في مصر الصيامي كانت بتسيح كده وكانت بتبقى حلوه، مش عارفه ليه هنا بتاعت امريكا بتحسوها بتدخل الفرن بتبقى حالتها اسوأ يعني. هقفل بقى الجنيه. smell good. وبعد كده هكمل ورقه الجلاش ونرجع. هبتدي بقى اقطعها، وزيها زي اي جلاش لازم تتقطع قبل ما تدخل السوا عشان الجلاش بعد السوا بيتفنكش. قطعوه طبعا الاعداد اللي انتوا حابينها، بس المهم لازم تتقطع قبل ما تدخل. بصوا كده بسندها بايدي لان في الاخر الصراحه ورقه الجلاش عملت معايا الجلاش كانت متقطعه، بس احنا اتعودنا ان ورقه الجلاش او الجلاشه عموما الحاجه الوحيده اللي مستحيل يترمي منها اي حاجه. الجلاش الحاجه الوحيده اللي بنستصلحها وبنحطها مرقعه هي والرقاق فاهي هسخن بقى الفرن. وكالعاده اتلهيت ونسيت. بصوا بقى هنا عندي ميه عليها شويه بابريكا، ممكن تحطوا مرقه بس انا يعني ما حطيتش مرقه، انا حطيت ملح وفلفل وشويه بابريكا وحطيت بيكنج باودر عشان ينفشها وشويه زيت وميه بس كده. يعني هي المفروض تبقى اقل شويه سوا من كده بس عادي احنا هنلحقها برضو. بصوا بقى هرشها عليها خلاص عشان تتشرب وتبقى حلوه. هحاول على قد ما اقدر لو لقيت في حتت مش مفتوحه اعدي بس كده منها التشريبه وبس. نرجعها الفرن. هي بالظبط هتحتاج 5 دقايق مش اكتر من كده، بس شايفين جمالها حلو ازاي. نرجعها الفرن وارجع لكم. انبهرتي؟ لا لسه. بصوا الجمال كده والحلاوه، شايفين صينيه الجلاش هتنطق ولا كانها فطاري. بصوا الجمال، اتفرجوا لي على العظمه ولا غلطه. مع ان عايزه اقول لكم على حاجه، ورقه الجلاش ما كانتش احلى حاجه طبعا، هي مولعه نار الريحه ولا اروع. اتفرجوا لي، بصوا الحلاوه، شايفين الجلاشيه عامله ازاي؟ سبحان الله الجبنه ساحت بصوا اتفرج بقى. شايفين القمر؟ جلاش صيامي، احلى صينيه جلاش هتعمليها في الحياه، بل بالعكس هيحبوها جدا وهيطلبوها منك صيامي وفطاري. لو بجد عجبتكم الطريقه ما تنسوش اللايك والشير وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير.